صورة جولتي بإيطاليا شفنا رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية، لأنه اليوم بما أنه إيطاليا من الدول الأساسية اللي عم تساعدنا باليونسكو، كنا بنتمنى أنه باجتماع أصدقاء لبنان بنيويورك تكون مدعوة فيه، بس على كل حال جربنا أنه ننفذ هالموضوع حتى ما يكون في ردة فعل بالشارع اليوم. حكينا طبعا على الوضع العام، وضع لبنان، وضع سوريا، وضع مصر، لانه ما في شك اللي عم يحصل بمصر بيأثر علينا كل ايامنا. وبالنسبه للوضع عندنا بالداخل اللبناني، نحن نعتبر المبادره اللي طرحها الرئيس بري مبادره كثير مهمه. نحن ما عم نقول انه بالاخر في عمليه اعاده نظر للموضوع بالكامل، بس واضح انه في اعاده للمسار بشكل انه صار في نوصل لعمليه تسويه سياسيه على ان تكون تسويه عسكريه. هون نتمنى على كل اللي عم يراهن على تغييرات في مفهوميه الضرب العسكريه انه يرجعوا يطلعوا في مصلحه لبنان، لانه نحن بالنتيجه بهمنا الاستقرار وخاصه بالتغيرات الاقليميه، وما بدنا نكون نحن بالاخر ثمن ندفعه اذا كان في محاوله لتمرير عمليه السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، ما يصفي لبنان دائما هو دافع الثمن. وهون كان تمنياتنا انه يكفي دوله الرئيس على الخطه اللي طرحها والمبادره، لانه بعتقد هذه رح تكون طريق الخلاص لنا.